ضفت البيض المسلوق في الخلاط وضربته مع الكاكاو وجربت الترند الجديد. بجد يا جماعة ما كنتش متخيلة النتيجة. تعالوا نشوفوا عملناه ازاي. بسم الله. أول حاجة جبت 4 بيضات، سلقتهم وقشرتهم وسبتهم يبردوا. بعد كده حطيتهم في الخلاط وضفت عليهم كوباية من الحليب، ربع كوباية من السكر. هو أساسي بيتعمل بالعسل الأبيض بس أنا مش متوفر عندي فضفت سكر. تمام. شوية من الفانيليا وكتري بقى لأن أنا أصلا من الناس اللي مش بتحب البيض خالص. فضفت كمان 3 معالق كبار كده من الكاكاو. أنا ضفت كاكاو أسباني، ده اللي بيبقى ريحته ثابتة كده وطعمه حلو. فضربت بقى الكلام ده كله كويس جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اهو البيض بدأ يتضرب معايا، وعايزه اقول لكم ان ملوش اي ريح تماما. بعد كده ضربته كويس جدا، صبيته بقى في البولات بتاعتي او في الكاسات. الكميه دي عملت لي 3 بولات بالشكل ده. دخلته التلاجة بقى حوالي ساعتين 3 كده يتمسك. وبعد كده خرجته من التلاجة. بشمه يا جماعة ريحته كاكاو خالص، مفهوش أي ريحة بيض. ضفت عليه بقى شوية من الفستق الكداب أو أي مكسرات موجودة عندك. وعايزة أقول لكم طعمه رهيب كأنه دانت اللي بنجيبها من بره. بجد جميل جدا جدا، مفهوش أي ريحة بيض خالص. عجب ولادي جدا وأنا ما قلتلهمش إن أنا عملته بالبيض غير بعد لما أكلوا. عجبهم جدا جدا، وإن شاء الله يعجبكم. لايك وشير وبس كده.